قلبي يا قلب حبايبي ام بوسي، وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى نزلت اتسوقت. طبعا انا بنزل كل شهر بتسوق. إيه حسب بقى ما الحاجه بتخلص، شهر، شهر وربع، شهر ونص، بنزل اجيب حاجتي كلها. اللهم صل على النبي. قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا ونعرف اسعار النهارده ايه، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه بتاعت بوسي بنتي. ودعوه حلوه منكم لبوسي بنتي كده، ربنا يكبر بخاطر ربنا فيها يا رب، ويشفيها له ويهديها له ربنا. واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناه بوسي بنتي. اللهم صل على النبي. نزلنا بقى النهارده اتسوقت وجبت كل حاجه ما عدا الطماطم، لاني كان عندي طماطم. اللهم صل على النبي. نزلت انا جبت الليمون. الليمون النهارده عامل 40 جنيه و50 جنيه. جبت 2 كيلو. اللهم صل على النبي. انا بحب اجيبه اخضر علشان يعيش معايا في التلاجة، لاني بجيب كميه. انا بنزل السوق كل شهر، شهر واسبوع، شهر ونص، شهر، يعني حسب ما الحاجه بتخلص. وجبت بتنجان. انا جبت البتنجان ده كانت بتقول لي كيلو وربع او كيلو ونص، مش فاكره. خدته على 5 جنيه. خدت وزن 3 كيلو، 3 كيلو، يعني دول 6 كيلو. وجبت 6 ربط خضار، الربطه عامله جنيه. اللهم صل على النبي. طبعا الخضار في الشتاء بيبقى رخيص عن الصيف، لان الصيف الشمس الزياده بتحرقه فبتبوظه، فعشان كده بيبقى غالي. في الشتاء بيبقى رخيص. اللهم صل على النبي. وجبت تمنين بهارات كبسه. انا بعشق البهارات الكبسه دي، لاني بحطها على المكرونه وبحطها على الرز بشعريه، بتخلي الاكل تحفه بصراحه. وجبت ب5 جنيه ينسون. احنا طبعا عارفين ان احنا في الشتاء وكده، وبنعوز نسلك صوتنا وكده، فبقول جبت ب5 جنيه بصراحه، ما رضيتش اكتر. انا لقيت عندي كمون، ولقيت عندي فلفل اسمر، كان عندي توابل. انا اصلا كان عندي توابل. انا جبت بهارات كبسه بس، وجبت ب5 جنيه ينسون. قلت له هات لي ب5 جنيه ينسون، ايه اركنه كده في الشقه. إيه، وعندي كمون وعندي شطه، عندي التوابل كلها. بهارات الكبسه بقى انا جايبه التمن ب 20 جنيه. اللهم صل على النبي. جبت التمنين ب 40 جنيه. وجبنا خيار. جبت الخيار في السوق ب 15 جنيه وب 20 جنيه. ده خدته على الكيلو ونص ب 10 جنيه. ليه بقى؟ في ناس بيبيعوا الخيار بيبقوا ناس تجار، دول بياخدوا من الاسواق الكبيره بيتاجروا فيه، وفي ناس بياخدوا من الاراضي بتاعتهم. جايز الست اللي انا خدت منها دي يعني فلاحه، الفلاحين بيجيبوا من الاراضي على طول، اما التجار بيجيبوا من السوق، فلازم يطلع لهم رزق فيه. فانا خدت الظاهر بقى اللي انا خدت ده رزق بقى بصراحه. اللي انا خدت منها دي جايز هي اصلا فلاح. والله طلع سكر بلدي ومش مبذر من جوه. شفتم انا كسره واحده عشان تشوفوا. جبت 50 كيلو بطاطس. كانت بتقول لك كيلو وربع، بس خدتها ب7 جنيه. بس مش في العربيات بتنده في الشارع ب7 جنيه، بس بيدوكوا غرف، بيدوكوا صغننه. شفت الصغننه خالص اللي بتبقى للسليق؟ لا دي انا منقياه بالواحد. على فكره انا ما بحبش البطاطسايه الكبيره قوي، انا بحبها وسط. باجي اعمل الصابع، ما بعملها صوابع، بتبقى صغننه كده، بتبقى حلو. او صينيه، بعمل الدوائر بتبقى صغننه كده في الصينيه، يعني مش هجيبها كبيره واخرطها لمكعبات صغيره، لا. بحب انا تبقى مدوره كده، الدايره كده بتاعت البطاطسيه تبقى صغننه حلوه ومحندقه كده. اللهم صل على النبي. جبت 50 كيلو بطاطس. وجبت استفندي. استفندي ترابنتين. مش في مثل بيقول لك، مش عارفه مثل، مقولة كده كنت بسمع، يقول لك ايه ترابنتينا يا استفندي. الاستفندي ده بيبقى سكر، ده هو لونه بيبقى محمر، بس مش عارفة مش طالع في الكاميرا احمر ليه. تقريبا عارف في الاضاءة. اللهم صل على النبي. وجبت تقريبا 13 كيلو بطاطا او 14، مش عارفة. انا نقدت الصغننة، لان انا بحب اعملها بالسكر. وجبت 5 مكرونة صغيرة، دي صغيرة. 5 مكرونة، دي تقريبا اقلام. وجبت 5 شعرية. وجبت 3، جبت 3 سباكيتي. المكرونة السايبة ب 20 جنيه يا جماعة. اللهم صل على النبي. انا تملي بجيب مكرونه السايبه دي جميله، الشكاير دي جميل. يعني بدل ما اجيب الشكاره بتبقى 10 كيلو تقريبا، بدل ما اجيب شكاره نوع واحد 10 كيلو، لا. انا بحب انوع. 5 شعريه على 5 اقلام على 5 صغيره، على سباكيتي. انا جبت 3 سباكيتي بس. السباكيتي دي ساعات بعملها زي الاندومي البوسي كده. يعني ساعات تقول لي اندومي يا ماما، اقوم عاملاها لها سلقاها نص سليقه، وبقوم مصفياها، وبقوم حطاها في ميه نضيفه تاني، بنزل النشا بتاعتها في قلب الميه الاولانيه. وبقوم غسلاها غسله كويسه، وبقوم حطاها في ميه نضيفه بقى، بتبقى نازله نص سوا. بعد كده بتحط عليها بقى بهارات كبسه، مرق الدجاج اللي هي بتبقى البودر دي. بتحطي اي توابل عندك، بتبقى فراخ،
توابل الطعم، التوابل هي التوابل بتديك الطعم. بعمل لها زي الاندومي، بتبقى جميله وبتبقى صحيه، ودي مكرونه اللي احنا بنطبخها بتبقى كويس عن الاندومي اللي بيتباع بره كمان. يعني دي عارفين معموله ازاي، بتبقى احلى. بصي بقى بتاكل منها كده تقول لي اندومي، فبتاكل وبتسكت بقى. اللهم صل على النبي. وجبت ايه تاني يا ام بوسي؟ جبت كيلو، دول اللي طلعوا مع واحده، كيلو وربع جبنه. اللهم صل على النبي. كانت بتقول لي الكيلو ب 150 جنيه. في واحده بتنزل عندي على صفحه الفيس عندي بتقول الكيلو ب 170. اللهم صل على النبي. دي انا باخد منها الجبنه، انا غمراويه اصلا، فدقدوس دي ايه يعني ممكن اخدها كعابي كده، اخدها ماشي للسوق بتاع 5 دقايق بالظبط. يعني دقدوس لازقه في متغامر، دقدوس بلد الشيخ الشعراوي الله يرحمه. وجبت 2 كيلو ترمس. ترمس ده سكر، يعني ممكن اسلقه حالا وناكل منه الصبح، او ممكن تاكلي منه في ساعتها. جبت 2 كيلو لان بوسي بتاخد علاج وكده بيبقى ممرر، فلازم يبقى في حاجه حلوه في الشقه، في شويه ترمس تاكلهم، استفندي، صبع موز، اي حاجه لازم بوسي يبقى في حاجه ايه تسكر بقها بكده. هي بتعشق البطاطا. هو بصراحه انا وبوسي واكلين يجي فدان بطاطا لغايه دلوقتي. جبت كم مره بطاطا السنه دي كتير قوي. إيه، لان انا مش بسلقها مره واحده، انا بعينها في درج التلاجة، او ممكن تسيبها بره، الجو ساقع الايام دي. إيه، باخد مثلا 2 3 كيلو واغسلهم واظبطهم كده، وبقوم حطاهم في الحله، واقوم كمر عليهم ويطلعوا بطاطا بالسكر كده. العيال طبعا الشتا عاوز اكل، وطول ما هم قاعدين عايزين حاجه مسكره، عايزين ياكلوا وكده. يعني البطاطا دي انا مش هسلقها مره واحده، انا بركنها عندي، لاني انا بنزل السوق كل شهر، او شهر وحسب ما الحاجه تخلص عندي. ما بنزلش السوق يعني ايه كل اسبوع والكلام ده، لا. انا بحب اجيب حاجتي مره واحده بالشهر. اللهم صل على النبي. قلنا الترمس جبناه ب 40 جنيه سكري. وجبت كيلو لسان عصفور. انا جبت لسان عصفور كيلو. ليه؟ استعمال لسان عصفور بيبقى بسيط، يعني بتحطي شويه في شويه صغيرين كده في الشوربه، بتحمريهم كده وتعملي شوربه لسان عصفور بتبقى حلوه. باجي اعمل عدس الاصفر دون، بحط فيه شعريه على لسان عصفور. يعني ما بحبش احط شعريه بس ولا لسان عصفور بس، بعمل كوكتيل كده وبحطه في قلبي. وجبت عدس بجبه. عدس بجبه تقريبا ب 48 جنيه الكيلو. العدس الاصفر بايه مش فاكره، تصدقوا مش فاكره. اللهم صل على النبي. وجبت لوبيا. وجبت لوبيا تقريبا ب 67 ولا ب 70 تقريبا يعني. وجبت نص فول دون يا جماعة، بعمله بتقلية بتومة طماطماية، هو ما بيبقاش صلصة، طماطمية واحدة بتحمر لك الشوربة بتاعته. بس لو عندك شوربة حطي شوربة، لو ما عندكش شوربة حطي مية، وحطي مكعب مرق الدجاج، واتفرجي بقى كلي بقى بيبقى تحفة. واعملي جنبه رز بشعرية، شوية سلطة كده، والله العظيم أكلة بتبقى تحفة. جبت نص كيلو بس ايه اعمله طبق كده بس. وجبت طبعا انا جبت 4 كيلو زيت. الزيت السايب دون انا بجيبه، هو زيت نظيف. بجيبه بنقلي بتنجان مسقعه، المسقعه البطاطس، طبعا انا جايبه بطاطس عايزه زيت. جبت 4 كيلو. اللهم صل على النبي. الزيت السايب النهارده انا جايباه ب 70 جنيه. مش سرجة، السرجة دي بتاعت زيت. غير بقى انا بجيب زيت، بجيب زيت نضيف، ده بقى بتطبخي منه، بتحطي فيه زبدة صفرة، بيخلي الاكل تحفة بصراحة. وجبت بتنجان رومي، جبت 10 كيلو. جايباه على 5 جنيه. هي بصراحة كانت بتقول لك كيلو وربع ب10، كيلو وربع او كيلو ونص مش فاكرة. فانا طبعا كمني باخد حاجات كميات، فبعرف افاصل. يعني بقول لها ايه بقى، انا مش بشتري منك كيلو ولا نص كيلو ولا 2 كيلو، لا، انا هاخد منك شويه حلوين. فعشان كده بيرضوا ينزلوا لي ايه في الفلوس شويه. ام بوسي بتعشق الفصال يا جماعه، بعشق الفصال كده. اللهم صل على النبي. في ايه تاني ما قلناهوش؟ والاستفندي قلنا بايه؟ الاستفندي ده السكر، والله العظيم على قد ما هو صغير، لان انا رايحه كان الاستفندي ده اتنقض اصلا. يعني انا رايحه وهو بيخلص. اللهم صل على النبي. كانت بتقول لي ايه كيلو وربع او كيلو ونص. خدت الاتنين ب 15. كانت بتقول لك كيلو وربع، كانت بتقول لك كيلو وربع ب 10 جنيه. خدت الاتنين ب 15 تقريبا دول. خدت 10 كيلو تقريبا، والله ما انا فاكره. انا كمني جبت حاجات كتير فبنسى. اللهم صل على النبي. ده كانوا اكتر من كده، بس البت بوسي بقى والولاد قعدوا يقشروا فيه عمالين يقزقزوا فيه حتى شوفهم.
كلوا كتير، ده في كمان متقشر ومرمي جوه في الباسكت في المطبخ. الجبنه دي كيلو وربع، طلع كيلو وربع. هي كانت بتقول لي ب 150، انا خدت الكيلو وربع دول. انا حاولت اديها 120 فيهم، ما رضيتش، والاخر زودتها ايه بقى، قلت لها طب خدي 5 جنيه كمان اهي. فبعد كده والله ما ينفع، طبقتي فيهم 150 جنيه. المهم في الاخر خدتهم ب 130 جنيه. اللهم صل على النبي. الجبنه معلش الحادقه دي بحط عليها معلش طحينه بس. وخيارية بقى جنبها، كله بقى. اللهم صل على النبي. بتبقى تحفة. انا بعملها بالطحينة بس. الطحينة دي بتخليها دلعة. يعني ممكن الكيلو وربع دول يقعدوا عندي ياما. الولا ميدو ابني بيحب الجبنة دي قوي، بيجيب عليها معلقة طحينة. انا بعمل الطحينة على ايديا هنا تمام. يعني بعمل جيركن عندي كده بيعمل 2 كيلو ونص تقريبا. والله العظيم ما بتقعد. دول خدتهم ب 130 جنيه من بتاعة الجبنة. قومي يا بصي اتفرجي على الكرتون يا بصي. لا اتلقك، بصي قاعده جنب الاستفند. اللهم صل على النبي. وجبت 5 كيلو سمك. ال5 كيلو سمك ده كانت بتقولي ب60 جنيه، ومعرفش طالع في الكاميرا صغير ليه بصراحه. خدته ب50 جنيه. جبت 5 كيلو. اللهم صل على النبي. ال5 كيلو دول انا ما بعملهمش مره واحده، انا بقسمهم على مرتين اتنين. يعني بنضفهم كده وبخليهم فله كده، فله وقشطه كده، بقوم نقعهم في ملح بليمون، واقوم مكيساهم في كيسين اتنين. يبقى اعملهم على مرتين كده. الكيس الصغير بقى الاسود ده كيلو سمك مشوي، من اللي بيعيط على امه ده. الواد ادهم ابني ما بيحبش ياكل السمك الصغير ده، يعني ما بجيب السمك الصغير بيقلب لي الشقه من ده. انا بحب اجيب الكيلو ده كده لنفسي، انا والبت بوسي بنقعد نقزقز فيه كده، بشويه كده مع نفسي، وبعمل له هريسه سمك كده، بعمل له خلطه جميله حلوه قوي كده، وبقعد اكله انا والبت بوسي. ادهم ابني ما بيحبش ياكل منه. جبت ال5 كيلو سمك دول، اللهم صل على النبي، بعملهم على مرتين اتنين. كيلو السمك الصغير ده انا جايباه ب30 جنيه. بصراحه كانت عايزه تديهولي ب40، بس قلت لها بقى دخلي سعر ده في سعر ده. وجبت فرخه عشان المحشي البتنجان. اللهم صل على النبي. انا بحب اجيب 3 فرخات او 2، بخلي الوراك لوحدها والصدور لوحدها، بعملها بانيه، بعملها ستريبس، بعملها شاورمه فراخ. بس انا استكفيت بفرخه واحده، لان النهارده انا لقيت الفراخ غالي تقريبا ب 87 جنيه، فقلت كفايه واحده بس كده اعملها على المحشي. وجبت طبق بيض. البت وسي بنتي بتعشق البيض ده، يعني ما اعرفش اقطعه من الشقه عندي. بتصحى الصبح افقش لها بيضه، بتيجي بالليل بيهف عليها كده تقول لي اعملي لي بيضه، بقوم عامله. جبت طبق البيض. انا بحب اجيب البيض الابيض ده. البيضه دي بتبقى كبيره عن الحمرا كمان. هو اغلى من الاحمر لانه كبير عن الاحمر. اللهم صل على النبي. بس ما ينفعش يتسلق بصراحه، لان قشرته بتبقى خفيف. انا بجيبه منه كبير شويه، لاني باجي افقش لها البيضه الواحده بتبقى بمقام 2، بتبقى ماليه الطبق لبوسي كده. بجيب لها انا الطبق الابيض لو جيتي تسلقيه وقشرته بتبقى خفيفه. انا جايبه الطبق ب 160 جنيه، الطبق الاحمر 150 جنيه. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. ولو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني.